تأكد إن المنتج اللي اترسم على الجهاز غير المنتج اللي طلع. الtolerance ده مهم جدًا في التصميم، ما هو الgeometry مع الmaterial equal تصميم. هُم في 3 أنواع من الfitting اللي هو clearance و transition وinterference. كلنا عارفين مثلًا إن الرقم في الهندسة say مثلًا لمّا أقول البُعد دوّة وليكن طوله 10 سنتي، هو مش 10 سنتي بالضبط، تمام؟ تمام. فهو الانزعاج والتنشنة مش بيطلّع حل. إن في ناس بتفتكر إيه، مثلًا دي حاجة بتبقى بسيطة جدًا بس مش عايز الناس ت تهملها. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من اركيد تو جيمبا بودكاست. اركيد تو جيمبا بودكاست هدفه ان احنا نوصل خبره مهندسين محترفين شغالين في المجال الصناعي للطلاب المهندسين وحديث التخرج. باختصار بنحاول نجمع لك في سنك تانك كده خبرات مديرين وسينيور ليدرز موجودين في السوق في المجال الصناعي. معانا الحلقه النهارده يعني مكمله للحلقه اللي فاتت مع باشمهندس نادر ابراهيم مدير الاداره الهندسيه في شركه جيوش لصناعه السيارات. اهلا بحضرتك يا هندسه. أهلًا بحضرتك. احنا المره دي عايزين نتكلم عن شويه مصطلحات بتهم الناس اللي شغالين في مجال التصميم. تمام، بنلاقي مثلا على لينكد ان ايه ناس يقول لك ما ينفعش تشتغل في التصميم الا لو انت عارف 1 2 3 4 مش عارف ايه. تمام، فاحد المصطلحات دي التوليرانس. تمام. حابين نعرف الاول يعني ايه توليرانس وايه اهميته في التصميم. الtolerance ده مهم جدًا في التصميم، اللي هو كإني مثلًا وأنا باصنّع البارت بادّي سماحية للتصنيع. بمعنى إيه؟ يعني مثلًا كلنا عارفين مثلًا إن الرقم في الهندسة say مثلًا لمّا أقول البُعد دوّة وليكن طوله 10 سنتي، هو مش 10 سنتي بالضبط، ما فيش رقم مُطلق من الآخر، تمام؟ مضبوط. فالتفاوت اللي أنا باحطه دوّة هو التفاوت اللي باسمحه للتصنيع، مم. بس في نفس الوقت ما يأثّرليش على المنتج، تمام؟ والتفاوت ده مهم جدًا إن أنا أحدّده، وده أهميته من أهمية المنتج. بمعنى إيه؟ طول ما التفاوت ده زاد، أفهم كده إن المنتج دوّة ممكن يتصنّع بأسلوب اقتصادي، تمام؟ وأنا ضامن إن هو هيركب كويس وما فيهوش أي مشكلة، وحتى أسلوب تصنيعي مش محتاج إن أنا خامات أو ماشين معقّدة، مم. تمام؟ لإن أنا مدّي التفاوت بتاعه اللي هو عالي، عارف إن ده هيركب في منطقة أو في حتّة معيّنة تسمح بالتفاوت الكبير ده. طب تمام. ليه ما أقولش لأ، أنا عايزه 100% مضبوط 100%. طب ما أنا عشان أعمل كده، مستحيل. ده بالإضافة اللي هو مش مستحيل فعلًا شوية، إن أنا محتاج ماشين تانية، مم. محتاج إن أنا أعقّد العملية التصنيعية بتاعته. طب هل الجزء ده ليه قيمة للدرجة إن أنا أعقّد العملية التصنيعية بتاعته؟ تمام؟ ما أنا لازم الشخص اللي هو هيصنّع ويقوم بالتصنيع ورايا يبقى عنده الtolerance اللي يشتغل عليها، مهم. تمام؟ فهو ده مصطلح الtolerance، توليرانس. تمام؟ فهو التفاوت المسموح للعملية التصنيعية اللي ما يضرش بإيه، بسلامة المنتج أو التصميم بتاعي. خليني برضو اوضح حاجه هندسه، يعني اللي حضرتك كنت تقصده بان الارقام لا نهائيه، ان يعني في فرق بين الديسكريت نمبر والكونتينوس نمبر. بالضبط، ما بين 1 و2 مثلا لو هو طول فارقام لا نهائيه، 1 و1 من 10، 1 و2 من 10، 1 الى ما لا نهائيه. تمام. انما مثلا لو انا بتكلم على بارت فهو 1 2 3 ده بالضبط، الديسكريت نمبر، بالضبط، انما التاني كونتينوس نمبر. بالضبط. فعشان كده التوليرانس طبعا زي ما حضرتك وضحت مهم يعني. طيب يعني ازاي بقى نحدد نوع التوليرانس المناسب في اي تصميم؟ نوع الtolerance وأهميته على حسب نوع الproduct والapplication بتاعته، مهم. تمام؟ فهو ده اللي بيحدد لي فعلًا قيمة الtolerance اللي هو الapplication بتاعة الproduct ده فين، أنا هاركّبه فين بالضبط، هل الproduct ده وحيد بمعنى اللي هو simple عبارة عن جزء واحد، والّا مكوّن من أكتر من part بيتجمّعوا مع بعض، مهم. ولمّا هُم بيتجمّعوا مع بعض إيه الtolerance المسموحة لتجميعهم من غير مشاكل. تمام. تمام؟ يعني مثلًا إني أنا لمّا باجي أعمل engine وباعمل cylinder وpiston، لأ المفروض ده بالمايكرون، تمام؟ لإن هو الموضوع لو الtolerance زاد هيحصل فيه مشكلة والapplication مش هتتم، تمام؟ مظبوط. غير لمّا باعمل حاجة تانية أقدر إيه، furniture مثلًا، ترابيزة مثلًا، أنا باصنّع ترابيزة أو باصمم say مثلًا، تمام؟ معلش هي يعني الtolerance فيها هتبقى أكتر شوية، لإن مش زي الtolerance أو العلاقة بتاعة الpiston والcylinder بتاعة الengine. مهم. فهي الapplication بتاعة الproduct هي اللي إيه، بتحدد لي الtolerance فين. تمام.
طيب إمم. لحد يعني مبتدئ في المجال، إيه المعايير اللي تنصحه إيه المعايير اللي تقدّميها له عشان يفهم معايير الtolerance بشكل صحيح؟ بُص مبدئيًا هو لو شغال دلوقتي أو هو يعني الشخص ده شغال، لازم يبقى متابع جدًا الproduct بتاعته، بمعنى إيه؟ إمم، هو دلوقتي صمم الجزء وإيه نزل اتصنّع، فلو هو كان في جزيرة مُغلقة ما يعرفش إيه اللي اتصنّع دوّة، عمره ما هيفهم إيه هو الtolerance فعلًا بالطريقة العملية، تمام؟ إمم، لكن لأ، هو المفروض بعد ما يتصنّع الجزء دوّة، بيبقى في احتكاك ما بينه وما بين الإنتاج، تمام؟ الشخص اللي صنّع يبدأ يشوف الجزء دوّة هل مثلًا هي وزن الtolerance أو اللي هو حاططها، اهم، تمام؟ والّا الفرق بعيد؟ طب الفرق بعيد ده جِه منين؟ هل ده فرق مثلًا علشان حاجة خطأ حصل والّا هو حَط tolerance مش applicable؟ تمام. فاهم قصدي؟ طيب في مصطلح تاني الfitting، إمم. برضه حابين نفهم يعني إيه fitting وإزاي نحدد نوعه حسب الأجزاء الميكانيكية والكلام ده كله. هو إن كان الtolerance هو بيتكلّم على أبعاد الpart مستقل بذاته، فالfitting هو علاقة البارتات مع بعضها، تمام؟ يعني تمام، مثلًا لو عندي shaft وhole، تمام؟ في fitting type لازم بتحكم لي إيه علاقة الshaft بالhole دوّة، اهم، بمعنى إيه؟ لو أنا هُم في 3 أنواع من الfitting اللي هو clearance و transition وinterference. تمام، إيه الفرق ما بين ال3؟ أنا مثلًا عندي clearance لو أنا عايز العلاقة ما بين الshaft والhole حُرة، زي مثلًا إمم، علاقة المسمار بالقلاووز بتاعه اللي هو يعني بيبقى في نسبة إيه، حُرة بمعنى إني حُر أعرف أفُكّه وأركّبه يعني؟ بالضبط، تمام، بالضبط، تمام، اللي هو بيبقى في مسافة إيه، حُرة ما بينهم هُم الاتنين. في مثلًا عندي مثلًا الtransition، إمم، transition أنا عايزه الدنيا محكمة لكن ب إلى حدٍ ما أقدر إيه، أقدر أفُكّه أو أخلعه، اهم، تمام، مش محتاج اللي هو إيه، مش محتاج حاجة معقّدة عشان تخلعهم لي من بعض، يعني زي إيه مثلًا؟ زي مثلًا مفصّلة، تمام، تمام، اهم، المفصّلة مثلًا دي ممكن أنا محتاج إيه، يعني نسبة سماحية شوية، اهم، تمام، أو على حسب برضه الapplication بتاع المفصّلة، أنا عايز المفصّلة والholes الشافت والholes بتاعتها فيهم نسبة سماحية شوية، إن أنا أقدر أفُكّهم بسهولة. تمام، تمام، في مثلًا حاجة تانية زي الinterference لأ، إن أنا عايزهم هُم الاتنين زي ما بنقول كده بالمصطلح شحْط، عاشق ومعشوق أو هُم يعني دخل شحْط اللي يعني هو خلاص أنا دخّلتهم إمم، بمكبس أو دخّلتهم بtools مش يعني مش سهلة، إمم، تمام، فده أنا مثلًا زي إيه، آآ زي مروحة، الرُد بتاع المروحة مثلًا يعني فاهمني؟ اهم، إمم. بس. تمام. طيب لو في جزئين يعني بعد التصنيع إحنا لقيناهم مش متوافقين مع بعض، إيه الحلول اللي ممكن نعملها في حاجة زي كده؟ بُص، أنا عادةً يعني أنا لازم أعرف السبب. تمام. عدم التوافق ده جِه منين؟ هل المشكلة في التصميم والّا مشكلة في التنفيذ، تمام، والّا مشكلة في الtolerance اللي هو مش applicable إن هو يتحقق، تمام، ده لازم يتعرف، تمام. تمام، فالأول المفروض أبقى راجع الأول الحاجة اللي اتصنّعت بناءً على التصميم والّا لأ، مضبوط. تمام، وأشوف هل الtolerance اللي أنا حاطّه أصلًا ده الtolerance دوّة applicable والّا مش applicable، اهم. تمام، ماشي، لو هو فعلًا هو في مشكلة في التصميم أو في الtolerance بابدأ إيه، أعيد إيه، وجهة الخطوة الأول. النظر في الإيه، في التصميم ده. طب هو لأ المشكلة في التصنيع، تمام، أبدأ أعرف إيه مشكلة التصنيع، تمام، وأبدأ أحلها. يعني ولو بقى المشكلة في التصنيع، فمن هنا بتيجي أهمية إن المهندس يبقى عارف machining مثلًا وعارف طبعًا، طرق التصنيع المختلفة والتشكيل والكلام الجميل ده كُلّه، صح كده؟ طبعًا، طبعًا. طب معلش يا هندسة يعني أحد زملائنا بعت لنا على LinkedIn سؤال كده، إزاي ممكن أحدد جيومتري الجزء وأنا بارسمه؟ الأول بس أحدد المتطلبات الأول، تمام. متطلبات الجزء ده إيه، اهم. تمام، عرفت المتطلبات، تمام، عرفت أرسم sketch ليه، تمام، الشكل بتاعه عامل إزاي، هل الgeometry بتاعة الجزء دوّة بتحقق متطلباته والّا لأ، اهم. دي نقطة مهمة جدًا. بعد كده بابدأ أحدد إيه، إيه الmaterial اللي هاستخدمها، ما هو الgeometry مع الmaterial equal تصميم، تمام. تمام، ما الgeometry لازم التصميم هيبقى حاجة لازم الاتنين مع بعض، تمام، اهم. لازم أحدد الstress اللي واقع عليه، لإن زي ما قُلنا قبل كده من الحلقة اللي فاتت إيه، إن شكل الgeometry ممكن يأثّر لي في تقليل الإجهادات اللي عليه، تمام. تمام، دي برضه مهمة جدًا، فالأول باحدد الstresses اللي عليه، باحدد الخامة، أبدأ أرسم الجزء،
تمام، بناءً على المتطلبات دي، تمام، بحيث إنه هيحقق لي أعلى نسبة أمان، تمام، اهم. وأعلى نسبة تفادي للإجهادات، ممتاز. تمام. حاجة تاني برضه باحب أقولها، اتفضل. إن في ناس بتفتكر إيه، مثلًا دي حاجة بتبقى بسيطة جدًا، بس مش عايز الناس ت تهملها، اهم. تمام. الشكل حلو، الشكل الجمالي حلو، اهم. حتى في الbracket لو أنا هاعمل زاوية، لو أنا هاعمل مفصلة، لو أنا هاعمل باب، تمام. ليه أعمله المشكلة إن أنا أعمله geometry كويس اهم. والmaterial بتاعته كويسة وبيشيل إجهادات وزي الفل، في نفس الوقت شكله حلو، أيوه. تمام. ليه أتجاهل الحتّة دي، فاهمني؟ فده برضه مهم جدًا، ودي مضبوط. مع الخبرة على فكرة ومع الوقت الناس تاخد بالها منها. تمام. طيب أنا مثلًا بما إني يعني باشتغل في جزء الإنتاج أكتر والعمليات التصنيعية والحاجات دي، دايمًا بيبقى عندنا مشكلة مع بتوع التصميم، لمّا نيجي مثلًا نقول لهم والله إحنا التصميم عامل لنا مشكلة في التصنيع في حاجة معينة أو كده، هو يبقى عنده أزمة أوي في إنه ياخد قرار التعديل ده. فإمتى فريق التصميم فعلًا ياخد قرار إنه يعدّل في تصميم منتج إمم. أو يحسّن أو يزوّد options أو يقلل؟ هو أنا باعتبر إن الإنتاج هو الcustomer بتاع التصميم، تمام. لازم أنا كتصميم إني أحقق متطلبات الإنتاج، طبعًا ده غير طبعًا الرؤية الكبيرة لتحقيق متطلبات العميل، اهم. باتكلم على الناحية التصنيعية، تمام. ليه؟ أنا وأنا باصنّع أو باصمم لازم أحط الإنتاج في اعتباري إن أنا ما اتعبوش، بمعنى إيه؟ أنا مش محتاجه ياخد وقت طويل في الmachining، اهم. مش محتاجه إن هو عشان يركّب الجزء مع الجزء ده يبقى عملية معقدة، أنا لو خليتها معقدة هابقى أنا عملت تصميم ناقص، اللي هو فاهم؟ الدرس بتاع المرّة اللي فاتت نخلّي التصميم simple. بالضبط، اهم. بالضبط، هو لازم تبقى الدنيا بسيطة، اهم. ولازم وأنا باحط التصميم بتاعي أراعي الحتّة دي جدًا، إمم. ولو تجاهلتها ده أنا كده تجاهلت شَق كبير جدًا في التصميم، اهم. وفعلًا التصميم أصبح ناقص، تمام. لازم التصميم يبقى بسيط ويوصل للعملية الإنتاجية سهل، وده هيحقق لي إنتاجية أعلى. اهم. الموضوع بدل ما أقدر أحقق إنتاجية مثلًا مثلًا X من المنتج ده في الشهر، هاحقق لها أكتر، تمام. تمام. وده هيساعد وده التصميم الشاطر، تمام. حتّة بقى إن الإنتاج بيتطلب إن هو التصميم يعدّل، هو مش فكرة إن هو التصميم متشبث برأيه، إمم. هو المصمم الشاطر لازم يعرف إيه السبب، تمام. ما أنت مش لمّا تقول لي عدّل هاقول لك حاضر وأنا في المكتب، إمم. ده كده مصمم بيستسهل، اهم. تمام. مصمم اللي هو أخد المعلومة وخلاص، وتأكد إن هو لو ما دوّرش على السبب هييجي له حد تاني يقول له رجّعها تاني يقول له حاضر، اهم. فاهمني؟ فده مش صح. أنا عملت تصميم أنا شايف إن هو geometric صح، شايف إن هو مصمم صح على الجهاز عندي، اختبرته وبصيت عليه، وأنا أصلًا عشان يطلع من على الجهاز عندي مقتنع إن هو applicable، تمام. لمّا حد يقول يعدّل، طب أعدّل ليه؟ أعرف تمام. السبب، ما يمكن السبب مش في التصميم، اهم. السبب إن في process خطأ بتحصل. خلاص نجري وراها ونشوفها إيه اللي هي بتحصل، تمام. عشان إيه؟ نخلّي الدايرة كلّها مكتملة، تمام. طول ما في حاجة في fault أنا مش عارف إيه سببه، ما أقدرش أعالجه، اهم. لإن باعالجه مسكنات، أنا آه. باعتبرها مسكنات. وده يدخّلنا بقى لفكرة إن إحنا إمتى طيب نقول إن التصميم جيد؟ إيه عناصر التصميم الجيد؟ عناصر التصميم الجيد، مجرد ما هو اتحدد متطلباته، اتعمل له الgeometric بتاعته واترسم على الCAD، نزل للتصنيع، اتعمل prototype، تمام. لغاية هنا أنا لسه ما اختبرتوش. اهم. تمام. فالتصميم الجيد إن هو بعد ما يُختبر، تمام، وبعد ما يُختبر في ظروف شاقة جدًا، تمام، أبقى متطمن إن هو جيد، تمام. اهم. وإيه كمان، هو تصميم جيد بس في على فكرة في الأحسن، تمام. ما أنا عملت تصميم وعملت product حلو جدًا وعملت ده كله واتباع منها والدنيا شغالة كإنتاج، بس هي ما وقفتش، أنا بالنسبة لي ما وقفتش لإن في أحسن. اهم. تمام. فالمفروض باخد الfeedback وباحسّنه، تمام. العملية الإنتاجية دي مهمة جدًا، لو هو كويس جدًا، جدًا وبياخد مع العامل مثلًا say ساعة، طب ليه ما خلّاهاش نُص ساعة، اهم. ليه ما خلّاهاش أقل، تمام. ليها standard أصلًا والّا ما لهاش؟ الstandard productivity على حسب الصناعة الmass نفسها production، صح؟ إمم. بالضبط. طيب يعني مثلًا هو أنا معلش أنا آسف، اتفضل. هو أنا في تصوُّري
أو أنا في قناعتي إن لازم في أحسن. اهم. يعني كده التصميم الجيد هو اللي بيعدّي الاختبارات؟ اللي بيعدّي الاختبارات و كمان الfeedback بتاعه إمم. بنشتغل عليه ونحسّنه. أنا عايز أقول لحضرتك بس إن الشركات الكبرى بيبقى ليها مجموعة خاصة بمتابعة المنتج وتطويره، اهم. بس مش مجرد إن هو خلص المنتج خلص واتصمم ودخل serial production وحتى لو اتباع منه بالألوفات تمام، الموضوع وقف، لأ، بيبقى في متابعة لتحسين المنتج دوّة. تمام. طيب حابين بقى هندسة برضه تاني يعني نروح في حتّة إنسانية شوية. تمام، يعني معروف طبعًا إن الإنسان من أكتر الحاجات اللي بتعلّمه إنه يتعلّم عن طريق الخطأ. تمام. فإحنا مش هنسألك مثلًا إيه الأخطاء الشائعة في التصميم والكلام ده كلّه، مع إن ممكن نسأل السؤال ده عادي. عادي، عادي طبعًا. بس مثلًا عايزين نشوف أخطاء حضرتك شخصيًا وقعت فيها واتعلّمت منها دروس معيّنة. بُص حضرتك وأنت بتكلمني دلوقتي افتكرت حاجة يمكن مش يعني حصلت لي في أول مجال شغلي، تمام؟ فاللي هو أنا كنت شغال ببرامج الأوتوكاد اللي هو ما فيش 3D ساعتها، الدنيا كانت مش منتشر زي دلوقتي. كنت شغال على تصميم باب اهم. محرك. الباب دوّة كان عبارة عن المفصلة بتاعته مفصلة يعني شوية معقدة شوية، ومطلوب مني إن الباب دوّة بالرغم من الcurvature اللي فيه إن هي المفصلة دي تفتح الباب وتقفله بإيه، بأكبر space موجود. فالcurvature ما بين الباب والضهر أو الجسم نفسه علشان أجيب إيه critical point كنت باخد section في كل حتة كده يعني حاجة غير ال3D اللي هو ممكن تعملها دلوقتي بسهولة يعني. أيوه. فبعد ما خلّصت وخلاص متطمن من كل حاجة، كنت لسه جديد بقى، عارف أنت لمّا بتروّح ومش عارف إيه الموضوع لسه في دماغك، عمّال إمم. أحلم بيه، تمام، كنت لسه جديد بقى والموضوع إيه، مش عايز يبقى فيه خطأ يعني. فافتكرت المهم أوبا ده الموضوع ده هيعمل مشكلة. إمم. جيت تاني يوم منزعج جدًا، ورُحت للمدير بتاعي قعدت فتوقعت بقى يبقى في انزعاج من الكل، إزاي الحاجة نزلت تصنيع، إزاي مش عارف إيه، طب استنى، استنى، طب تعالَ نشوف، لقيته إن هو أخد الموضوع بكل سلاسة وكل هدوء، وتعالَ طب نفكّر فيها إزاي، هو لمّا عمل كده أنا مُخّي هدي شوية، التوتر قَل، إمم. بدأت أفكّر وأنا اللي طلعت الحل. تمام، تمام. فهو الانزعاج والتنشنة مش بيطلّع حل، تمام، اهم. فيمكن أنا فاكر الموقف دوّة كويس أوي عشان كده باحاول أي موقف فيه توتر لأ لازم في الشغل بالذات لازم يبقى أهدى شوية عشان الواحد يبدأ إيه، يحل. نشوف إيه سبب المشكلة، نشوف حصلت ليه عشان ما تحصلش تاني، تمام، مضبوط. مش عشان حاجة بس عشان ما تحصلش تاني، بس في نفس الوقت لازم إيه، نهدى شوية عشان نعرف نحل، ده الأهم، الحل دلوقتي وبعد كده نشوف إيه المشكلة كانت جات منين، بعد كده ما تتكررش تاني. طيب يعني أنا قُلتها في النُص بقى فمش هينفع ما نسألهاش، اتفضل. أخطاء شائعة في التصميم. صدقني هي مش أخطاء بس عارف أنت في مجال السيارات أو مجال الأوتوبيسات عمومًا، إمم. ساعات مش كل الشاسيهات مصممة إنها تبقى لأوتوبيسات، تمام. في بعض الأوتوبيسات مصممة إنها تبقى trucks وبعد كده بيحصل لها modification إنها إيه، تبقى أوتوبيسات. فأنا باعتبره ده challenge مش أخطاء، اللي هو كان حصل فيه مشكلة فعلًا إن الشاسيه اللي كان جينا بنشتغل عليه قبل كده، اللي هو كان الsuspension بتاعته more stiff أوي، اهم. لدرجة إنها كانت عاملة مشكلة في الأوتوبيس في road test. فلأ عملنا تعديل على الشاسيه وبموافقة يعني إحنا كلمنا الشركة المصنعة ما لقيناش استجابة سريعة أوي، فإحنا اضطرينا بقى نشمّر وننزل، وعملنا تعديل في الشاسيه علشان نحل المشكلة دي. فيعني أنا مش شايفها يعني أنا شايف إن كانت challenge حلوة أوي وكانت حاجة لأ ظريفة. أنا أقصد أخطاء شائعة حضرتك بتشوفها بيُقع فيها المهندسين الصغيرين. آه. الgap اللي بتحصل ما بين التصميم والتصنيع، بمعنى؟ بمعنى في بعض المهندسين زي ما حضرتك كده واخد الفكرة إن هم إيه، يخشوا ي ي يعني يرسموا التصميم على الجهاز بتاعهم، إمم. يبعتوه ما لهمش دعوة، اتعمل فيه إيه ما لهمش دعوة، اهم. دي كارثة، دي كارثة بمعنى كارثة، طول ما الlink ما بينه وما بين التصنيع وما فيش follow up كوارث، تأكد إن المنتج اللي اترسم على الجهاز غير المنتج اللي طلع، اهم. لإن هو عدّى بمراحل تعديلات وrework حصلت عليه من غير ما هو يعرف، لإن هو ما كانش متابع.
طب الراجل اللي عمل rework ده عمله ليه؟ ما هو مضغوط عليه، أيوه. اخلص عايزين نخلّص إنتاج، نعمل أي rework ونمشّي الموضوع وخلاص، تطلع ده غير ده، غير ده، غير دوّة، واللي عمل التصميم قاعد ولا داري بنفسه، دي اهم. مشكلة، دي مشكلة كبيرة جدًا. حاجة تانية الاستسهال، بمعنى إيه؟ أنا باشوفها برضه في بعض الناس، إن هو يصدّر المشكلة وخلاص، إمم. الحق أنا عندي مشكلة، إيه كده؟ طب فكّرت فيها؟ لأ أنا جاي لحضرتك عشان تحلّها لي، طب أنت فين؟ فين؟ ما أنت لازم تجيب لي المشكلة، على الأقل اقترح اقتراح يعني. اقترح حل، إمم. تمام؟ هو أنت لمّا تقترح حل ونقعد نفكّر فيه، هنوصل لحل تاني. مضبوط. هو أنا لمّا أقول لك اعمل كذا على طول وخلصت ومشيت، اهم. أنت عملته، طب ما أنت ده أنت موضوعك، هو لازم يبقى متخيّل ومتأكد وعنده قناعة مليون في المِيّة إن الموضوع ده أنا الowner بتاعه، مش حد تاني. الjunior حتى اللي شغال في التصميم في البرنامج هو الowner بتاع الموضوع، ما ينفعش حد ييجي يقول له حاجة يغيّرها أيًا كان مين، إن شاء الله مديره، من غير ما يبقى فاهم، على اهم. الأقل خُد منّه المعلومة وافهم طب دي ليه، أنت هتستفاد وهو هيستفاد إن هو بيبني حد للمستقبل. يشيل بس، للمستقبل فعلًا. شكرًا لوقتك يا تمام، هندسة، نورتنا وشرفتنا، وعارف إن وقت حضرتك ضيّق، يعني كتر خيرك إنك معانا، وإن شاء الله ما يكونش آخر لقاء. بإذن عايزين الله. بس نختم بكلمة تقولها لزملائنا المهندسين. أنا كلمتي بس هتبقى للمصممين فعلًا اللي هم شغالين في مجال التصميم دلوقتي، ما تتهاونش بتصميمك، ما تتهاونش بشغلك، بالعكس نمّي نفسك فيه، واعتبر الproduct بتاعك دوّة اللي هو ده أنت الowner بتاعه، لغاية ما يوصل للنور ويتجرّب وتبقى في follow up جامد أوي عليه، عشان أنت هتستفاد وفي نفس الوقت هتتأكد إن أنت اللي عملته وصل فعلًا في الآخر للend user زي ما أنت عايزه بالضبط. وبرضه ما تعملش gap ما بينك وما بين العملية التصنيعية، اهم. عشان دي هتنمّيك كتير. شكرًا جزيلًا لحضرتك، العفو. شكرًا جزيلًا ليكم، ونشوفكم في حلقة تانية بإذن الله.